إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عامله في مصر أن يصنع كسوة للكعبة المشرفة، فصنعت الكسوة من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وظلت كسوة الكعبة تصنع هناك في مصر سنة تلو سنة حتى مرت أكثر من 1000 سنة، وكسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة، ولم يتوقف ذلك إلا قبل قرابة 100 سنة. إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين، فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات طويلة هي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم، يأتون من أقطار الدنيا لأجل أن يلتقوا بهذه البعثة المصرية. إذا ذكرت المصريين ذكرت الدفاع عن فلسطين، وذكرت الجهاد والمجاهدين، فصلاح الدين أقام بمصر وكثير من قواده منها، وأبرز المعارك مع اليهود قادها مصريون. إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر ومارية القبطية، ذكرت أخوال رسولنا وأصهار نبينا. لا، لن أشهد اليوم لمصر، فما مثلي يشهد لمثلها، بل سأخطب عن كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. سأتكلم عن أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. نعم، هذا بلد علم الدنيا محبة آل البيت. هذا بلد اتسع للسيدة زينب عقيلة آل البيت في وقت ضاقت بها المدينة بما رحبت فأخرجت من المدينة. قال لها عبد الله بن عباس لما رأى الحزن في عينيها الشريفتين وقالت أخرج من بلد أبي وجدي، قال ارحلي إلى مصر فإن فيها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله. قف عند حدك، أنت في مصر. هذا بلد علم الدنيا محبة آل البيت.